اللايف النهاردة 3 في 5 ب15. 3 في 5 ب15. 15 ماتش الأهلي لعبهم خد ال3 نقط وكسب 15 نقطة لغاية دلوقتي في ال5 ماتشات اللي هو لعبهم فيه. 3 في 5 دي جملة تتعلق في برواز. 3 في 5 ب15، علشان ده مكان الأهلي الطبيعي، هو ده مكان الأهلي. انتوا خلصتوا الليلة في الشوط الأول، حقيقي كان شوط عالمي، ومش هدخل في تفاصيل في الشوط الأول أكتر من كده لأن احنا هنبتدي نقطة ورا نقطة زي ما احنا متعودين. أول حاجة التشكيل. تشكيلنا الأساسي كان الشناوي وياسر إبراهيم وعبد المنعم وأكرم توفيق وعلي معلول والسولية وكمان أليو ديانج وكريم فؤاد وبرونو سافيو وعبد القادر وبيرسي تاو اللي وحشنا جدا جدا. النهارده عمل حاجة كويسة جدا. هبصوا الكلام جاي اهو في السكة. دلوقتي حابة قبل ما اتكلم معاكم في تحليل الماتش هتكلم معاكم في أداء لاعب من لاعيبة النادي الأهلي من وجهة نظري في ماتش النهاردة. نبتدي بعبد القادر. عبد القادر ضيع كرات مش كتير قوي، متوسطة، لكن حقيقي شابولي. لعب جماعي وحاول انه ما يبقاش اناني خالص الماتش دوت، وكمان لعب حلو جدا النهارده. نيجي بقى نقول كريم فؤاد لعب حلو جدا برضو النهارده. اكرم توفيق الوحيد، وهحط تحتيها 100 شرطه، الوحيد اللي اداؤه ما اتغيرش في الشوطين، الوحيد اللي فضل بيلعب بكل طاقته في الشوطين. نيجي نتكلم عن علي معلول، فاحنا هنقول ان علي معلول راجع من كاس العالم بطاقة حلوة جدا هيخرجها بإذن الله في المباريات الجاية. نيجي بقى نتكلم ونقول بيرسي تاو اللي حقيقي كنت مبسوطة منه النهاردة. رجعت له الثقة بعد الهدف اللي احرزوه في الدقيقة 17. نيجي بقى نتكلم على برونو سافيو لعب حلو، حركاته كانت كويسة. الهدف اللي احرزه في الدقيقة 29 بأسيست من معلول وعبد القادر كان هدف كويس وحلو جدا، هدف رائع. نيجي بقى نتكلم عن قفشة نزل الشوط الثاني، لكن حقيقي كان لعبه كويس جدا، كان ليه كورتين في الماتش بس ضيعهم. فعشان كده عايزين يا محمد مجدي قفشة، انت صانع العاب كويس جدا، فعلشان كده عايزينك تخلي بالك من الكرات اللي بتجيلك وان انت تحرز بيها اهداف ان شاء الله. الشناوي حارس مرمى نادي الاهلي، انت محتاج تركز شوية في الماتش، في الماتشة الجاية محتاج ان انت تركز شوية، انا اتمنى. نيجي بقى ندخل في تحليل الماتشات. يلا بينا، يلا نيجي نتكلم عن الشوط الاول. زي ما انا قلت لكم ان هم خلصوا حقيقي الهدفين اللي جم كانوا في الشوط الاول، هم خلصوا كل حاجة في الشوط الاول. نيجي بقى نتكلم ونقول عن الاهداف، فكان هدف من بيرسي تاو في الدقيقه 17 وهدف من برونو سافيو في الدقيقه 29 زي ما قلت لكم بأسيست من معلول وعبد القادر. كان في ضغط كبير جدا على لعيبه المحله من لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول كانت مسيطره ومستحوذه بنسبه كبيره جدا على الشوط الاول. كانت الكوره اكرم توفيق، يعني مثلا نقول اكرم توفيق كان حد من لعيبه المحله يمسك الكره من هنا، اكرم توفيق مش بيسيب له الكره من هنا، بياخدها منه. علشان كده زي ما قلت لكم اكرم توفيق الوحيد اللي مستواه ما اتغيرش في الشوطين، الحمد لله ما شاء الله بجد حقيقي عليه. نيجي بقى نتكلم عن الشوط الثاني. الاهلي تخلى عن الضغط على لعيبه المحله من منطقه جزائهم، وطبعا ده ادى لظهور نسبي هجومي
لعيبة نادي المحلة. اتغيرت المراكز بين عبد القادر وكريم فؤاد، وكمان ده قلل من الهجوم في النادي الاهلي. كريم فؤاد بقى وينج شمال وعبد القادر بقى وينج يمين بدل ما كان العكس. الشناوي محتاج تركيز، محتاج تركيز عشان ما تزعلش جمهور الاهلي منك. انتهى الماتش بنتيجة 2-0 للنادي الاهلي، بنتيجة 2-0. الشوط الاول هو اللي كان فيه كل الحماس والطاقة والباور، هو اللي كان فيه عرضيات كتيرة جدا، كان فيه كرات طولية كتيرة جدا. فعلشان كده بالنسبة لي الشوط الاول افضل مليون مرة من الشوط التاني. لعيبة النادي الاهلي حابة اوجه لكم رسالة، احنا عايزين بعد كده الشوط الاول يبقى زي التاني والتاني يبقى زي الاول، ومش عايزين خالص خالص ان احنا نبقى محافظين على شوط والشوط التاني لا. الشوطين لازم من اول دقيقة في الماتش لغاية الدقيقة 90 احنا نبقى محافظين على الكورة، نبقى محافظين على شباكنا نظيفة، ونبقى محافظين على اننا نفضل باذن الله ان شاء الله كويسين وادائنا ممتاز في الماتش باذن الله. حابة اتكلم معاكم شوية عن لعيبة انا بالنسبة لي يفوقوا شوية، ومنتظرين منهم الاداء الاحسن من كده، الاداء اللي احنا كنا متعودين عليه، اللي نفسنا ان هو يرجع. شادي حسين محتاجينه يرجع احسن من الاول. السولية ايه يا سولية، احنا عايزين ادائك يرجع زي ما كنت. محمد شريف انت بتضيع كرات كتيرة جدا، مش بتركز لما حد يبصيلك الكورة. ده من وجهة نظري انا، لما انت نزلت النهاردة في التبديلات انا ما كنتش مبسوطة علشان عارفة ان انت بتضيع لنا جوان. الشحات طبعا رجع بعد غياب، فعلشان كده ما يعني المفروض كان النهارده يحط على الاقل لمسة منه في الشوط التاني لما نزل. بس ان شاء الله باذن الله عايزينه يرجع لمستواه في الماتشات اللي فاتت، يرجعها بقى ويقوم القومة بتاعته تاني في الماتشات الجاية باذن الله. هنتكلم ونقول في حاجة نسيتها كمان عشان الناس اللي بتسأل. التبديلات كلها كانت في الشوط الثاني بعد الدقيقة 65. بيرسي تاو خرج ونزل مكانه محمد شريف، عبد القادر خرج ونزل مكانه شادي حسين، سافيو خرج ونزل مكانه محمد مجدي قفشة، وللعلم الاتنين بيلعبوا في مركز 10 صانع ألعاب. كريم فؤاد بعد ما هو كان بيلعب وينج شمال لما بدل مع عبد القادر، لا رجع تاني وبقى يلعب وينج يمين. وبعدين لما خرج كريم فؤاد ونزل مكانه حسين الشحات، فبرضه حسين الشحات لعب وينج يمين مكان كريم فؤاد. تمام كده، دي التبديلات اللي كانت معانا النهارده. نيجي بقى في حاجة حابة اقولها. مستر كولر انت دماغ حقيقي رائع، انت مش مثبت تشكيل معين للنادي الاهلي، حقيقي انت بتنزل كل اللعيبة ان هي تلعب، بتراهن على كل لعيبة النادي الاهلي. وكمان في حاجة حابة اضيفها، انك مهما عملت مفيش خصم او منافس بيقدر يخمن التشكيل اللي انت بتحطه او التكتيك بتاعك في المباراة. حقيقي دي حاجة شابوه جدا ليك عليها. في حاجات بقى عايزة اقولها في المنتخبات اللي صعدوا في كاس العالم للدور الثمانية. كرواتيا والبرازيل، والاتنين هيلعبوا مع بعض. ومن وجهة نظري يا جماعة بثبت عليها مليون مرة اهو، وكل واحد يكتب لي في الكومنتات من وجهة نظره ما بين كل منتخبين هيلعبوا مين اللي هيكسب. انا ما بين كرواتيا والبرازيل، انا على ما اظن ومن وجهة نظري البرازيل. ما بين المغرب والبرتغال،
طبعا انا اتمنى ان المغرب هي اللي تفوز، بس بتوقع البرتغال، لكن هتبقى معجزة كبيرة جدا وحاجة فخمة ورائعة. ونتمنى كلنا وكل العرب يتمنى ان المغرب هي اللي تصعد وهي اللي تشيل كاس العالم. هولندا والارجنتين الاتنين هيلعبوا مع بعض، واتوقع ان الارجنتين هي اللي هتصعد. انجلترا وفرنسا، اتوقع ان هي هتبقى فرنسا مش انجلترا. يبقى كده توقعاتي البرازيل، البرتغال، الارجنتين، فرنسا. واتمنى من كل قلبي ان المغرب تشيل طبعا كاس العالم وتصعد، بس طبعا باللي احنا شايفينه دلوقتي فالبرتغال. بس طبعا ما ننكرش ان المغرب عامله اللي عليها وبزياده فوق طاقتها، الحمد لله الحمد لله. نقرا بقى شويه كومنتات اللي دايما بتفرحني، كومنتاتكم الغاليه قوي. مبروك يا عسل، الله يبارك فيك يا باسم، شكرا. احمد القمر الصاعد في سماء الاهلاويه، ميرسي جدا لذوقك. اهلاوي وبفتخر، يا اهلا. والله ان الاهلاويه كلهم حاجه تشرف، وكل الناس حقيقي مع احترامي ليهم كلهم، انا اهلاويه وافتخر وبعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. في حاجه حابه صح اضيفها، ان المغرب لو عدت وكسبت البرتغال هي اللي هتشيل كاس العالم باذن الله وان شاء الله، لان مفيش يعتبر كده، لان خلاص هي لعبت مع البرتغال فهي اللي هتشيل كاس العالم باذن الله ان شاء الله. ودي دعوه من كل قلبي ان المغرب هي اللي تشيل كاس العالم. برافو عليكي يا كنزي، ميرسي يا احمد. كمان اتمنى هحط لكم لينك قناه اليوتيوب بتاعتي، اتمنى ان كله يدخل ويعمل اشتراك على قناه اليوتيوب، هسيب لكم اللينك في بوست على الفيسبوك. واخر حاجه هنختم بيها لايف النهارده، 3 في 5 ب15، 3 في 5 ب15، والاهلي باذن الله ولغايه دلوقتي الاهلي المتصدر الدوري، وان شاء الله نفضل دايما كده على طول، لان ده المفروض يبقى مكان الاهلي، هو ده اللي المفروض الاهلي يستحقه ان شاء الله باذن الله. واستنوني في لايف جديد وتحليل جديد لماتش جديد ان شاء الله. مع السلامه.